بص، دي قائمة كده سريعة ب9 حاجات انت ممكن تكون بتضيع فيها فلوسك، خصوصا لو انت في مرحلة بتبني فيها ثروة او بتحاول تكون احسن ماديا. اول حاجة الهدوم والبراندات الغالية. انا فاهم ان انت عايز تبان يبقى شكلك حلو وشيك، وده انا شيء متفهمه وطبيعي جدا. كلنا عايزين يبقى شكلنا كويس وانا متفهم ده، بس ما يبقاش على حساب مستقبلك. يعني انت مثلا واحد لابس تيشيرت ب 2000 جنيه 3000 جنيه، لو انت من الناس دي ومش عارف تغطي الاساسيات بتاعتك، يبقى انت كده لازم تسأل نفسك وتعمل مع نفسك وقفة، عشان انت كده في مشكلة. المشكلة هنا مش ان انت تشتري حاجة غالية مرة ولا مرتين، المشكلة هنا ان انت قراراتك مبنية على ان انت لازم تشتري براند غالي عشان الناس تشوفك بشكل معين. لو عندك مثلا جزمة براند زي نايكي او كده ده عادي، لكن اللي مش عادي ان انت من التيشيرت للبنطلون للشراب كل ده لازم يكون عندك براندات. الموضوع كده بدأ ما بقاش طبيعي ويبقى هوس، خصوصا ان انت لو بتضغط على نفسك علشان تجيب البراندات دي، يبقى انت حرفيا بتصرف من مستقبلك علشان تبان في وضع او شكل اكتر من اللي انت عليه دلوقتي. يعني عايز تبان اغنى من وضعك الحقيقي. الفلوس دي كانت ممكن اولى تروح للاستثمار او الادخار او حتى لحياتك المستقبليه. فانت اهم حاجه خليك كده صريح مع نفسك واسال، هو انا بشتري الحاجه دي عشان فعلا محتاجها او عايزها، ولا عشان اثبت حاجه معينه للناس؟ تاني حاجه وهي تغيير الاجهزه الالكترونيه كل شويه. كل سنه لازم موبايل جديد، لابتوب جديد، ايباد جديد، سماعات جديده، وهكذا. طبعا الاجهزه الجديده دي ساعات بيبقى فيها تطورات مهمه فعلا ممكن تفيدك، لكن لو الموبايل اللي في ايدك دلوقتي ده فعلا بيعمل كل اللي انت محتاجه، فليه تشتري الجديد؟ يعني لو معاك مثلا ايفون بقاله سنتين ولا 3 والكاميرا بتاعته كويسه، البطاريه بتاعته كويسه، بيأدي كل الاغراض او كل الحاجات اللي انت عايزها منه بشكل مناسب، لتدفع الاف الجنيهات علشان تعمل ابجريد تشتري موبايل مش هيضيف لك حاجه فعلا؟ الشركه بطبيعه الحال ما تخليك حاسس ان انت محتاج تجدد الاحدث، لكن مش كل ابجريد هتعمله هو ابجريد انت محتاجه فعلا. فلو جهازك بيأدي الغرض خليه معاك، واستخدم الفلوس دي في حاجه اهم بدل ما تبدأ كل سنه من الصفر بسبب الجهاز الجديد اللي انت جبته ده. تالت حاجه هي فوائد الكريدت كارد والتقسيط، ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تستنزف فلوسك من غير ما تحس، خصوصا لما تستخدم الكريدت كارد وتفضل تدفع الحد الادنى كل شهر، لان الفوائد بتتراكم وبتلاقي نفسك ان انت بتدفع اصلا فلوس على فلوس انت كنت تصرفها من فتره. يعني بدل الفلوس دي ما تروح للادخار او الاستثمار او سداد ديونك، هي بتروح للبنك فعليا حرفيا على هيئه فوائد. بس طبعا لو بتستخدم الكريدت كارد وبتسد كل الفلوس اللي عليك في ميعادها، فدي قصه مختلفه. لكن لو بتستخدم الكريدت كارد عشان تبان في مستوى اعلى من مستواك الحقيقي، فخليك عارف ان انت كده مش بتكسب، انت بتخسر فلوسك. رابع حاجه الاشتراكات اللي انت مش بتستخدمها، نتفليكس بقى، شاهد، سبوتيفاي، او حتى اشتراكات الجيم اللي انت ما بتروحهاش. المشكله هنا ان الاشتراك الشهري بالنسبه لك ممكن يكون مبلغه صغير قوي، 200 جنيه هنا على 300 جنيه هناك على 500 جنيه في خدمه تانية، هتقول في نفسك مش فارقه. لكن لما تجمعهم كلهم هتلاقيك ان انت بتدفع الاف الجنيهات وانت مش حاسس كل سنه. والاخطر من كده ان في ناس بتكون عامله اشتراك بالسنه والسنتين وتلاقي الفلوس بتسحب منها كل شهر وهي مش حاسه. فمره كده كل شهر اقعد مع نفسك وراجع الاشتراكات بتاعتك وشوف فعلا ايه اللي انت مكمل عليه ومحتاجه وايه اللي مبقتش محتاجه. اللي مش بيضيف قيمه حقيقيه لحياتك الغيه. حتى لو وفرت 500 جنيه كل شهر، انت كده جبت 6000 جنيه في السنه، وال6000 جنيه دي انت كان ممكن تستثمرهم في حاجه بجد تستاهل. خامس حاجه هو اليانصيب والمراهنات واي حاجه بتدي لك وهم الثراء السريع. انا فاهم الفكره، انت بتقول لنفسك تخيل لو كسبت ال10 مليون جنيه، تخيل قد ايه حياتي هتتغير في يوم وليله لو انا فعلا كسبت. الحلم نفسه مغري قوي، لكن المشكله هنا ان انت تدفع فلوس مقابل احتمال ضعيف قوي ان انت تكسب. حتى لو بتقول ان دي 100 جنيه بس، المشكله هنا مش في ال 100 جنيه، المشكله هنا ان انت ممكن تعمل ده لكل اسبوع او كل شهر او حتى لمده سنين، وفي النهايه تكتشف ان انت صرفت مبلغ كبير جدا على حاجه احتماليه ان انت تكسب فيها ضعيفه بغباء. لو هدفك تبني ثروه، فانت محتاج تعتمد على حاجات تقدر تتحكم فيها، تزود دخلك، تقلل مصاريفك، تستثمر، تدخر، وهكذا، مش تستنى ضربة الحظ. سادس حاجة هو طلب أكل الدليفري بشكل مبالغ فيه، ودي بقى بقت منتشرة جدا عندنا، طلبات المنيوز وأي ابلكيشن توصيل. وطبعا أنا مش بقولك إن الدليفري وحش، لو مش قادر تتحرك أو عندك ظروف منعاك إن أنت تروح تجيب الأكل بنفسك، ساعتها عادي مفيش مشكلة إن أنت تطلب الدليفري، أنت عندك سبب يخليك تعمل كده. لكن المشكلة فعلا بتبدأ لما كل وجبة تطلبها دليفري. يعني ممكن تشتري أكل مثلا ب 200 جنيه، لكن حرفيا بعد الدليفري والتبس يوصل لحد 300 جنيه، وال 100 جنيه في الوجبة الواحدة دي انت ممكن ما تحسش بيها. لكن لو بتعمل كده 15 ولا 20 مره في الشهر، ساعتها الموضوع هيختلف، هتلاقي نفسك بتدفع الاف الجنيهات سنويا مقابل الراحه. وطبعا لو تقدر تطبخ في البيت فهتلاقي الموضوع اوفر بكتير. الفكره هنا مش انك تحرم نفسك، الفكره هنا انك تعرف امتى الراحه تستاهل الفلوس، وامتى انت بتدفع زياده بس علشان انت مش قادر تعمل حاجه بسيطه قوي بنفسك. سابع حاجه هي معدات الجيم اللي بتشتريها وما بتستخدمهاش، ودي انا متاكد ان ناس كتير قوي هتختلف معايا فيها. بس شوف كم مره شفت حد اشترى مشايه او عجله وفي الاخر بقت شماعه للهدوم.
المشكله مش في الجهاز نفسه، لو انت فعلا بتستخدمه ده ممتاز، لكن ناس كتير قوي بتشتري المعدات دي وهي متحمسه جدا في البدايه، تدفع 30000 و50000 و100000، وبعد كام اسبوع الحماس ده بيختفي والجهاز ده بيتحول فعلا شماعه هدوم. والحقيقه هنا اللي انا عايز اقولها لك ان انت مش محتاج معدات غاليه علشان يبقى جسمك حلو، ممكن تمشي وتجري وتتمرن عقله او ضغط او تتمرن اي تمارين بوزن جسمك وشكلك برضه هيبقى حلو. لان الاهم فعلا من كل ده الاستمراريه، اي تمرين هتعمله مستمر فيه هيخلي جسمك حلو. انت مش محتاج اغلى جهاز عشان ابدا بالحاجات البسيطه اللي تقدر تستمر عليها، لان احسن جهاز في العالم لو مش هتستخدمه يبقى هو ساعتها كده ملوش قيمه. تامن حاجه هي الكورسات الغاليه، ودي بقى ممكن تزعل ناس كتير. انا هنا مش ضد ان انت تتعلم، بالعكس الاستثمار في نفسك من احسن انواع الاستثمار، لكن في فرق بين انت هتتعلم مهاره علشان فعلا تغير مستوى دخلك وتعليه، وبين انك تدفع عليه في الجنيهات لان التسويق او الماركتينج اقنعك ان انت بعد ما تاخد الكورس ده حياتك هتتغير. في كورسات ممتازه ورخيصه، وفي محتوى مجاني على اليوتيوب. المحتوى المجاني على اليوتيوب ده يقدر يعلمك حاجات ناس كتير قوي زمان كانت بتدفع فيها الاف الدولارات علشان تتعلمها. المشكله ان في ناس بتشتري الكورسات دي عشان تحس ان هي بتتقدم وان هي كده مش مقصره في حق نفسها، لكن في الحقيقه مش بيطبقوا اي حاجه. ممكن يدفعوا 20000 جنيه في كورس وفي الاخر ما يعملوش بيه حاجه. ومن الناحيه التانيه ممكن تتعلم الاساسيات من مصادر مجانيه على اليوتيوب وتبدا تطبق بنفسك واحده واحده. فبدل ما تسال هو الكورس ده بكام، اسال نفسك المعلومه اللي انا هاخدها من الكورس ده هتجيب لي كام، وهل انا فعلا هطبقها ولا لا. لان اغلى كورس في العالم مش هيعمل لك ولا هيغير لك حاجه في حياتك لو انت مش هتطبق اللي انت اتعلمته. تاسع حاجه هي العربيه زيرو، ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تضيع فلوسك لو انت عايز تبني ثروه. وانا هنا برضو مش بقول لك ان العربيه الزيرو وحشه، لكن لو تقدر تشتري عربيه مستعمله تأدي نفس الغرض وارخص بكتير يبقى فكر في الموضوع. لان اول مالك للعربيه في الغالب هو اللي بيتحمل اكبر جزء في الانخفاض العربيه اللي حصل ده. انت ممكن تشتري عربيه زيرو النهارده، لكن بمجرد ما مشيت بيها مثلا 2000 كيلو تلاقي ان قيمتها نزلت حوالي 100000 جنيه. بينما لو اشتريت عربيه مستعمله كويسه مثلا بقى لها سنتين ولا ثلاثه، انت هتكون اخدت جزء كبير من الانخفاض اللي حصل في العربيه ده. فلو هدفك الحقيقي ان انت تبني ثروه، فقرار ان انت تشتري عربيه زيرو ده مش احسن قرار ممكن تعمله، لان الفلوس اللي بتحطها في العربيه بتقل قيمتها. وكان ممكن الفرق بين العربيه الجديده والعربيه المستعمله ده كان يتحط في استثمار او دخل يولد لك عوائد قدام. طب تعمل ايه بقى بدل كل ده؟ اول حاجه هتتابع مصاريفك، اكتب كل مصاريفك الشهريه اول باول. تاني حاجه اعمل بادجت، اعرف انت هتدخر كام وهتصرف كام وهتستثمر كام. تالت حاجه ما تشتريش حاجه وانت متحمس، لو حاجه مش اساسيه مش محتاجها دلوقتي استنى. ممكن هنا تستخدم قاعده ال 30 يوم، لو حسيت ان انت محتاج حاجه استنى 30 يوم قبل ما تشتريها، وبعد ال 30 يوم لو لسه حسيت ان انت محتاجها وعندك القدره الماليه ان انت تشتريها يبقى اشتريها بدون تردد. 70 او 80% من الحاجات اللي انت كنت عايز تشتريها دي هتلاقيها ان هي فعلا ما كنتش محتاجها او كنت عايزها بس عشان انت مجرد ان انت متحمس انك تجيبها. رابع حاجه راجع الاشتراكات بتاعتك شهر بشهر. خامس حاجه عيش اقل من امكانياتك، مش معنى ان انت معاك تمن الحاجه دي ان انت المفروض تشتريها. واهم حاجه كل مره هتصرف فيها فلوسك على حاجات مش اساسيه ابقى اسال نفسك الاول، هل انا فعلا محتاج الحاجه دي ولا انا بس عايزها؟ وهل الفلوس دي ممكن تعمل لي قيمه اكبر لمستقبلي ولحياتي قدام لو استثمرتها؟ لان بناء الثروه مش بس ان انت تكسب فلوس اكتر، هي كمان انك تعرف تحافظ على الفلوس اللي انت كسبتها وازاي تستخدمها بذكاء. بس كده، ودي كانت 9 حاجات انت كان ممكن تكون بتصرف فيها فلوسك وبتضيع فيها فلوسك من غير ما تحس. ولو تعرف اي حد بيصرف فلوسه بالطريقه دي ابقى ابعت له الفيديو ده، ولو عجبك المحتوى ده ابقى اعمل سبسكرايب علشان تشوف بقيه الفيديوهات. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.